السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اولا انا ليا عتاب كبير قوي قوي عند اصحاب القنوات اللي لسه مبتدئة، اللي هم ايه بقى، عايزة تعلي القناة بتاعتها تقولك ايه، روحوا سوق المطرية يوم الخميس. منك لله والله يا شيخة، خليتينا رحنا من محافظة لمحافظة، والقماش اللي انت قلتي عليه المتر ب40 جنيه بتاع الإسدالات وحش جدا. والله العظيم يا جماعة الحاجة على الطبيعة غير خالص. حتى القماش الجكار انا كنت مستغربة ازاي الاسعار دي، المتر ب50 جنيه. اقسم بالله القماشة كلها متخربقة ودرجة تانية، وما تتعملش منها حتى ترابيزة. ده انا كنت ببيع لكم الكيلو ب70 جنيه، وكلها حتت كبيرة واطوال وحتت نظيفة ما فيهاش خربوش. الكيلو بيرمي معاكي كتير، ما يتشالش. الناس كانت ماشيه ورايا، والله انا هنزل لكم مقاطع فيديو في اخر الفيديو ده. كانت نازله ورايا يقولوا منها لله، اللي خلتنا طلعنا من محافظه لمحافظه علشان خاطر نيجي نشوف القماش اللي هي بتقول عليه وما نلاقيش قماش عدل. ليه يا جماعه؟ المفروض احنا بنعمل حاجه نوصلها للناس بمصداقيه عشان ربنا يبارك لنا اولا، ثانيا علشان دعوه كويسه تقعد لنا. يعني انا دلوقتي ماشيه بمبدأ الحاجه لو فيها عيب انا بقول ايوه يا جماعه فيها عيب، عاجبك تاخديها ماشي، مش عاجبك خلاص. ليه؟ انا خيرتك ما بين او لا. الحاجه هتجيلك انت عارفاها، فلو لقيتي حاجه زياده كمان عليها هتدعيلي. مش انك انت ان احنا نغش الناس كده هنكسبهم، والله العظيم ما هتكسبي خالص. مش هتكسبي بالطريقه دي خالص. يعني انا من محافظه الشرقيه رحت محافظه المطريه. يعني المطرية ديت يجي 3 4 مواصلات بيني وبينها. رحت انا واتنين اصحابي، رنيت عليهم واتفقنا، وقماش اسدالات ب40 جنيه، وقماش ستاير ببلاش واللي هو انا رايحة بناء على ناس دخلت كلمتني وقالوا لي يا مدام اميرة احنا عايزينك تنزلي تجيبي لنا القماش ده، ولو هتاخدي في المتر نسبة وتتبيعي لنا، لان احنا مش هنعرف نجيبه، وفي نفس الوقت هم ما عندهمش شحن. فانا رحت بناء على كده، ويا ريتني ما رحت. صحابي زلني لحد الان. انا هنزل لكم المقاطع في اخر الفيديو. دي نقطه. النقطه التانية بقى، حد قال لكم عني ان انا واحده كلاس؟ انا مش واحده كلاس خالص. انا واحده بتركب على ظهر العربيه داتسون وهي جايبه الشغل بتاعها. انا واحده ممكن تركب في التروسيكل علشان تجيب الشغل بتاعها. يعني مش واحده كلاس، انا ما ضحكتش عليكم. فما تدخليش واحده كلاس وتقولي انت ما بتعرفيش تتعاملي مع الناس الكلاس. انت اللي بتتعاملي معايا. لما انت كلاس طلبت قماش بالكيلو ليه؟ لما انت كلاس طلبت مني حاجه ليه؟ يا جماعه بلاش نتنطط على بعض. كل قوي وفيه اللي اقوى منه، ربنا اللي قال كده مش انا. فبلاش نستقوى على بعض. انا مش كلاس، تمام؟ انا واحده على باب الله شغاله، ما بتمدش ايديها لحد. ما يعيبنيش ان انا بقولك ان انا بركب عربيه داتسون عشان شغلي. ما يعيبنيش ان انا بقولك ان انا بركب تروسيكل وانا جايبه شغلي. اللي يعيبني ان مديلك ايدي واقولك لله. اللي يعيبني ان انا اقول لحد ان انا ما معيش. اللي يعيبني ان يكون بيتي فاضي مش عارفه قد احتياجات ولادي. ده اللي يعيبني، لكن شغلي ما يعيبنيش خالص. فانتي شايفه نفسك واحده كلاس، متتعامليش معايا كلاس خالص. انا بتعامل وبنزل فيديوهات وبنزل حاجات تعليميه، بنزل قماش بعرف اوفره يكون كويس وحاجه نظيفه وترضي الله ثم الزبون. ما بنزلهاش دي للناس اللي مني ومنهم، مش بنزل ده للناس الكلاس. تمام؟ الناس الكلاس لها اماكنها، مكانها مش عندي. الناس اللي هي مش محترمة يا جماعة، انما الناس المحترمة على راسي من فوق طبعا بدون شك. ثانيا شكرا جدا جدا على كلامكم الحلو ليا وعلى دعويكم ليا. كل واحدة دخلت دعت لي لها بالمثل. يا رب يا رب يا رب في الايام المفترجة دي، وكل سنة وانتم بخير وسعادة. وانا الحاجة التالتة بقى، انا اسفة للناس اللي هي بتدخل تكلمني على الواتساب وبرد عليها متأخر.
والناس اللي بتطلب مني اوردرات ومش عارفه ارد عليها دلوقتي. يا جماعه انا عندي ضغط ماشي، فاستحملوني، وان شاء الله ان شاء الله هتستلموا قبل الميعاد بتاعكم كمان، وشغل انتوا هتحبوه زياده. الحاجه الرابعه بقى، ازاي تعرفي القماشه التقليد من القماشه الاصليه؟ اولا ده ولا هو ايطالي ولا هو اسباني ولا هو امريكي، ولا كل ده شغل بلدنا احنا اللي بنلقبه ماشي. بس في قماشه درجه اولى وفي قماشه درجه تانية، تمام؟ محدش هيقول لكم الكلام ده. دي قماشه درجه اولى وفي قماشه درجه تانية. طب نعرفهم ازاي؟ اولا الدرجه التانية ملمسها خشن شويه، تمام؟ ملمسها من هنا خشن شويه، ومش بتمط معاكي ماشي، انما دي بتمط معاكي عرض وطول. وبصوا هي اصلا تحسوا ان هي ليها وبره، فما تجيش تقولي لي القماشه القطيفه هتوبر. ازاي هتوبر؟ القماشه القطيفه معروفه ان هي ليها اصلا وبره. بصوا الشغل بتاعها بارز وناعم مش خشن ماشي. والقماشه بتلاقيها زي العجينه في ايديكي، بتمط معاكي عرض وطول، تمام؟ انا ما بشتغلش غير في الدرجه الاولى، ولو بشتغل في الدرجه التانية برضو ده مش هيعيبني. هقولك انا عندي شغل بدرجه تانية بسعر كذا. خدوا بالكم ان انت لما تقولي للزبون اللي قدامك الحاجه اللي عندك بصدق، اولا هيعرف ان انت صادقه وهيتعامل معاكي. ثانيا انت هتعملي لك زبون ازاي. الشغل لما يروح له ويبقى واخده عن قناعه وعارف عيوبه وعارف مميزاته، هتلاقي اختها بترن عليكي، مامتها بترن عليكي، حماتها بترن عليكي. يعني انا ليا زبونه والله العظيم، انا ليا زباين بيرفعوا من روح المعنويه. عملت الواحده الركنه بتاعتها تمام، فضلت تقول لي انا جوزي قلقان، وبقت تكلمني كل شويه. وانا من نوعيه ان انا بتعصب، بس مع الزبونه دي ما اتعصبتش خالص بامانه، لانها فكاهيه واللي هي بقت تتكلم بسلاسه. تقول لي يا بنتي يا بنتي جوزي شكلي كده هجيب بعضي واجيلك واجيب الطقم لو ما عجبهوش. اقسم بالله خدت الطقم بتاعها مامتها، بعمل لها في الطقم بتاعها دلوقتي، حماتها بعتت لي الحاجه بتاعتها. فالحمد لله الحمد لله، طول ما انت صادقه مع الزبون وطول ما انت ماشيه بضمير مع ربنا، ربنا هيكرمك ويرزقك. فيا جماعه انا لو عندي قماشه درجه تانية هقول مش حاجه هتعبني، انا مش زي ناس، تمام؟ هقولك عندي قماشه درجه تانية بسعر كذا وعندي قماشه درجه اولى بسعر كذا. دي ما فيهاش اي حاجه يا جماعه، خلونا صادقين. مش زي الناس اللي يعني ودتني المطريه انا واتنين معايا، كل واحده فيهم كريمه وياسمين، كل واحده فيهم جابت تيشرتات لعيالها. بصراحه التيشرتات هناك كانت جميله قوي. بقى هقول لكم بقى السوق، انا اصل انتوا ممكن ما تصدقوش ان انا نزلت السوق. اولا في مكان عند المستشفى، وفي مكان عند ايه كابلات، وفي مكان اسمه السوق القديم. والله العظيم والله العظيم رحت كل ده، وغير المصاريف اللي صرفناها بقى، توك توك ب20 جنيه رايح، توك توك ب20 جنيه جاي، توك توك للسوق التاني. الاسواق في المطريه مش جنب بعضها، تمام؟ فانا ممكن انزل لكم الفيديوهات بتاعت سوق المطريه هنا، وممكن لا اخلي لكم فيديو تاني ماشي. فحرام عليكم، اتقوا الله اتقوا الله لما تتكلموا عن حاجه. والا لما لقيت واحده بقى نازله بتصور لي برضو، القناه بتاعتها لسه صغيره، والله العظيم انت لو مشيتي بضمير ربنا هيكرمك والقناه بتاعتك هتوصل وهتكبر. مش هتقول ايه بصوا القماش القمر ده وما اعرفش ايه القمر ده. قمر ايه قمر ايه يا شيخه، حرام عليكي. بيقولوا سعر وبنروح نلاقي سعر تاني. بيورونا حاجات بالكاميرا البي 612 او بالكاميرا اللي هي اللي بتفلتر الحاجه، بنروح نلاقي حاجه تانية خالص خالص. اقسم بالله يا جماعه انا كنت رايحه وربنا يديني على قد نيتي، كنت رايحه احمل واجيب قماش بقى وهقول للناس اللي كانت عايزه قماش بواقي انا جبت لكم، بس للاسف ما حصلش نصيب، والخيره فيما اختاره الله. وكان يوم فسحه برضو، ما مش مشكله. بس لازم نكون صادقين صادقين. عايزين تنزلوا بجد في مكان في الازهر، المحلات اللي فرشه بره
بيبقوا مطبقين قماش على بعض، فدي بتبقى بواقي الأتواب. تحودي تاخدي الحتة اللي عجباكي، بتبقى 2 متر 3 متر 4 متر ممكن 5 متر على حسب. دي بيبقى بواقي أتواب عندهم. لو المتر بيبيعوه ب100، ده بيبيعوه المتر مثلا ب50 ب70 على حسب. أنا كنت الأول شغالة في الحاجات دي. فاللي عايز يجيب ينزل الأزهر، ما ينزلش يا جماعة الأسواق بأمانة. يعني أنا شفت الحاجات ديت بصراحة زعلت قوي ان في حد مش صادق كده. يعني انت لما تكوني صادقه الناس كلها تحبك. انا مش عايزه اتكلم كتير وانتوا تقولوا لي انت واحده ممله. تمام. ثانيا وحشتوني قد الدنيا دي كلها، وان شاء الله مش هغيب عليكم تاني بفيديوهات. واستنوا فيديوهات بقى ضرب نار من العيار التقيل، هتخلي ناس على اليوتيوب هنا تطق، وانا عايزه اطقهم ان شاء الله. كل معلومه هقولها بإذن الله في الفيديوهات الجاية، واحنا بنشرح فيها الحاجات. انا قررت ان انا هدي كورس اللي هو هنا، كورس اونلاين على القناة، ولله لوجه الله. ماشي، ورزقكم في السماء وما توعدون. انتوا لكم رزق وانا ليا رزق، وعمري ما حد بياخد رزق حد ابدا. اوعي تقولي ان فلانه خدت رزقي، وان فلانه خلت واحده ماشيه وقالت لها تعالي اما افصل لك انا واعمل لك انا يبقى هي كده خدت رزقك. لا، ده ربنا اللي كاتب لها الرزق ده، وانت ليكي حاجه تانية احلى متعنى ليكي. فاصبري واحتسبي، وان شاء الله اجرك عند الله. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش دعوه حلوه من القلب، وتصلوا على النبي في الكومنتات. السلام عليكم.